السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالمتابعين الكرام. خليفة حكيم زياش يقلب الصحافة المغربية رسميا ويتراجع ليمثل الجزائر في قادم الاستحقاقات، ويثير غضب فوزي لقجع. لنتابع التفاصيل واضغطوا لايك. يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم حملة تدعيم صفوف المنتخب الوطني بلاعبين جدد من شأنهم تدعيم صفوف الخضر مستقبلا وفي قادم المواعيد. يتنافس الاتحاد الجزائري الفاف والجامعة الملكية المغربية خلال الأيام القليلة الماضية على موهبة مغاربية تنشط في صفوف فريق ليل الفرنسي، ويتعلق الأمر بآمين مسوسة. درج الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسهم وليد صادي اسم أمين مسوسة ضمن أجندته من أجل ضمه إلى صفوف المنتخب الجزائري مستقبلا ورسميا. وولد أمين مسوسة في مدينة ليون الفرنسي من أم جزائرية وأب مغربي في 12 أكتوبر 2004، وهو أحد أفضل اللاعبين الشباب في نادي ليل الفرنسي. ويستطيع أمين مسوسة تمثيل 3 منتخبات مختلفة، حيث يمتلك 3 جنسيات وهي الفرنسية والجزائرية والمغربية. ومن الممكن أن يستدعى أمين مسوسة إلى تربص شهر سبتمبر المقبل.